أنا ما كنت متوقع إنه ممكن تكوني حسودة لهي الدرجة يا جودة. بعدين أنت كيف بتقارني حالك بباقي الملكات اللي موجودين هون عنا بالقصر؟ معقول هالشي؟ صح أنا إمبراطور، وصح فعلا عندي عدد كبير من الزوجات، بعض منهم تزوجته باختياري، والبعض حصلت عليه كهدية لانتصاري، وفي منهم أخذتهم من باب الشفقة بس لحتى ساعدهم. بس هالشي صار قبل ما أتعرف عليكي يا جودة، لأني قبلك كنت مجرد جندي ما في بقلبه أي رحمة وما في عنده أدنى إحساس. كنت إمبراطور مغرور كتير. جودة أنا رجال ما بيعرف الخوف وحصل على كل شي بده إياه. أنا كنت ولا شي ومعك صرت إنسان. صدقيني أنا قبلك ما كنت بعرف المعنى الحقيقي للحياة يا ملكة جودة، بس بعد ما التقيتك حسيت قديش راح علي أشياء. أنت اللي خليتيني اكتشف إنه في هيك إحساس حلو ممكن يعيشه الواحد. ما حدا غيرك طالع الإنساني اللي جواتي. صحيح في بنات كتير بيحلموا فيني وبيتمنوا يتزوجوني، بس ولا وحدة منهم صدقيني بتقدر إنها تحط عينها بعيني، لأنهم كلهم بيخافوا مني يا جودة. ما في ولا وحدة وجعها بيأثر فيني وبيحرقني من جوا يا جودة مثلك. ما في ولا وحدة بتمناها تضل تضحك طول عمرها، ولا وحدة منهم كلياتهم، ولا وحدة غيرك انت. ايه مزبوط، انا امبراطور واللي الحق باني اخذ قد ما بدي زوجات، ومن واجبي اني اعطي كل وحدة منهم حقوقها، بس قلبي ما بدق ولا مع وحدة منهم. قلبي بدق كرمالك انت وبس، لأنك أنت الوحيدة اللي شفت كل آمالي وأحلامي بعيونها. أنت الوحيدة. لفيت المملكة كلها من شرقها لغربها بس لحتى لاقيكي يا ملكة جودة. أنت المرة اللي كل عمري أتمناها. أنت الوحيدة اللي بتحسسني بقيمتي وبأهمية وجودي بهالدنيا. تعرفي شو السبب يا جودة؟ لأنك ملكتي قلب جلال الدين محمد، لأنك صرتي قطعة من جوات روحي.